أنا كنت هاقفل الفيديو عند حتّة النفاق فقط، بس هي الفكرة كلّها إن أنا كنت قابلت ناس وقالوا لي إن في post لدكتور مشهور جدًا وفي عليه مشاكل أو حاجات زي كده، فقالوا لي شوف، فدخلت دَوّرت على الpost ده، هو طلع لي لوحده أصلًا، فدخلت بابُص على الpost لقيت إن هو دكتور عادي كويس ومنزّل شغله وبيعمل دعاية لنَفْسه، وده شيء طبيعي أي دكتور بيعمل دعاية لشغله وعيادته. فاكتشفت إن المشكلة بقى مش في الدكتور أو مش في العيادة، المشكلة كانت في الكومنتات اللي على الpost بتاعة صورة الدكتور ده، إن هي كومنتات كانت بشكل بشع أوي، إن هو في بنات صغيرة وبنات كبيرة وسيدات صغيرين متجوزين وستات كبيرة متجوزين، كل دُولة عاملين comments رهيبة على الpost ده، إن هو بيعاكسوا فيه، بيتعدّوا عليه، اللي هو طَب برضه ده غلط، اللي هو أنتِ سواء بتعاكسي فيه دي مش حاجة كويسة، دي مش حاجة حلوة، ممكن الدكتور ده أصلًا يبقى متجوّز، يعني أنا ما دخلتش دَوَرت وراه بصراحة، بس ممكن يكون متجوّز وليه زوجة، فأنتِ كده بتأذي الزوجة دي أو بتأذي عيلته وبتأذي أهله ذات نَفْسهم، وبرضه بتتعدّوا عليه، إن أنت ما ينفعش إن أنت تقولوا كده، فاهم، إن ده مش الصح، إن ما ينفعش سِت تروح تقول لراجل إيه الحلاوة دي أو تعاكسه بالمنظر ده، في نفس الوقت غلط، ما ينفعش الراجل يعاكس الست، بس إحنا بنتكلم عن الوضع اللي إحنا شُفناه ده، وضع يعتبر وضع بشع، إن ما كانش بس مجرد إن الستات بتعاكسه بكلمات كده تقول له أنت حلو جميل، لأ ده كان في تجاوزات كتيرة، وكانت في ستات بتشتم جوازاتهم، اللي هو أنت متجوزة شخص بتشتمه وتقول إن هي متجوزة قرد، اللي هو أنتِ متخيلة نفسِك أنتِ فين؟ أنتِ مش مجرد قاعدة مع ستات بس في جنب كده على مصطبة والّا حاجة، لأ أنتِ عاملة comment قدّام ملايين من الناس بيشوفوه، أكيد هيوصل لجوزِك، فأنتِ إزاي مقتنعة إن ده صح أو إن ده المفروض يحصل أصلًا؟ فالفكرة هنا مش مجرد الناس دي، بس الفكرة فعلًا إن أنا بدأت أشوف الموضوع ده، إن الحياء بيقل من البنات بتوع الجيل اللي طالع، سواء في اللبس، سواء في الشكل، سواء في المعاملة، سواء في الطريقة، إن الحياء طول ما هو بيقل، طول ما إحنا هنشوف ناس صعبة بجد أو بنات صعبة، إن هُم ما عندهمش حياء، فهُم حرفيًا هيمشوا يلبسوا أي لبس هُم عايزينه، مهما كان ضيّق أو محزّق أو مكشوف أو كده، ودي حاجة غلط، يعني هو المفروض الأنثى ذات نفسها أو إن المرأة في الإسلام ذات اللي هي المفروض المسلمة، هي بتخبّي جسمها حتى لو مش محجبة، فهي المفروض ما بتكشفش جسمها، وبرضه بيبقى عندي استفسار إن الشخص اللي في البيت اللي بيسمح أو بيوافق بشراء الملابس دي، يعني ما هو أكيد الملابس دي اتشرِت بفلوس وهي أكيد مش شخص عامل، فهي الفلوس دي خدها من أهلها، فهو مين اللي وافق إن هي تشتري اللبس ده من الأساس، مين اللي موافق إن هي تنزل بالشكل ده، لإن ده غلط، لإن هو أنت حتى لو مش هتلوم البنت الصغيرة اللي بتعمل كده أو المراهقة أو إلى آخره، فأنت هتلوم الشخص اللي في البيت اللي هو عمل كده، لإن هو ده شخص سواء اللي بيصرف، سواء اللي بيوافق إن هي تنزل كده، أو سواء لو رفض فأنت اشتريته ليه؟ هو أنت اشتريت حاجة ورفضت إن هي تنزل بيها، هي منطقي إن هي ممكن تلبسها في أي وقت. فحسيت إن الموضوع في اللبس، في الكلام، طريقة البنات في الكلام بقت صعبة جدًا، والفكرة إن هو يعني أنا عارف إن الموضوع ده كان زمان بيحصل في عادات البنات بس أو في الحاجات كده، لأ بس بقى في بجاحة، إن أنا ممكن أبقى ماشي في الشارع أسمع بنات بتشتم وبتعمل حاجات اللي هو الموضوع بقى صعب، يعني اللي هو الموضوع بقى غلط، سواء إذا كان ولد أو بنت فهُم الاتنين غلط، بس لو بنت فهي أسوأ بكتير، لإن أنت ده غلط، يعني هو ده مش طباعك، دي مش السمات بتاعة البنت، مهما كان الكون يعني أنا عايز بس أوصّل معلومة عشان الناس اللي هتهاجمني وتقول ما الولاد بتعمل كده اشمعنى البنات، يعني إيه، مهما الكون كُلّه غلط أو الكون بيعمل حاجة غلط أو الناس كُلّها بتعمل حاجة غلط، فده مش مُبرر إن إحنا نعمل حاجة غلط، يعني قوم لوط لمّا كانوا بيعملوا الفحشاء أو بيعملوا كل الحاجات الغلط، فهُم كلّهم اتحاسبوا، ده مش معناه إن سيدنا لوط أو النبي لوط إن ده يعمل كده، إن ده مش مُبرر، إن هو قال لك الناس كلّها بتعمل كده فأنا لازم أعمل كده، لأ، هو قال لهم لأ، ورفض الموضوع ده، ورفض أي حاجة ليها علاقة بالموضوع ده. فده أول رَد لأي حد هيقول اشمعنى ومش اشمعنى، لأ ما فيش حاجة اسمها اشمعنى، الصح إحنا عارفينه والغلط إحنا عارفينه، سواء الناس اللي كانت بتعمل الغلط دي هتتحاسب عليهم كلّهم، يعني كل شخص بيعمل حاجة غلط هيتحاسب عليها مهما كان عامل إزاي، فأنت يوم لمّا أنتِ تتحاسبي أو أنت تتحاسب عن الحاجة الغلط اللي أنت بتعملها، لمّا تقول لربنا أنا باعمل زي فلان، هتتجاب أنت وفلان وتتحاسبوا أنتم الاتنين، فاهم؟ فدي أقل شيء، فاهم؟ فأنت ما لكش دعوة بفلان، فلان بيغلط فده بيغلط لنَفْسه، فأنت ما تغلطش أنت كمان، طَب ليه؟ فهو دي الفكرة، إن الحياء بيقل، الأخلاق ذات نفسها بتقل، يعني عارف أنت أقل درس كنا بنسمعه في ابتدائي اللي هو مكارم الأخلاق اللي إحنا كلنا كنا واخدينه وإحنا صغيرين، حرفيًا نُصّهم اختفوا، نُص مكارم الأخلاق دي بتختفي دلوقتي في الجيل اللي إحنا عايشين فيه ده أو الناس اللي إحنا بنشوفهم، يعني الواحد لمّا بيروح القاهرة أو في طنطا أو في أي مكان، أنا باشوف الحلو وباشوف الوحش، بس باشوف الوحش كتير، دي المشكلة إن هو الواحد ما بيبقاش مرتاح، اللي هو يعني طَب أنتم كده في مصر في بلد عربية إلى حدٍ ما إسلامية يعني،
أنا مش بلد إسلامية أوي، بس إحنا بلد عربية، بس إلى حدٍ ما إحنا مسلمين. يعني لمّا أنتم بتعملوا كده أنتم سايبين إيه للغرب؟ يعني هو الواحد لمّا يروح أوروبا هيشوف ناس قلعة خالص يعني والّا إيه؟ مش فاهم. فالوضع حرفيًا بقى صعب من كل الجهات. فاللي أنا بقى جاي أتكلّم فيه، إن هو كل واحد برضه يراجع نَفْسه من جميع الحاجات كُلّها، يعني راجع نَفْسك كأخلاق، ككلام، كإن أنت بتتكلّم في إيه. يعني عايز أسألك سؤال، أنت لو مُت دلوقتي وقفت قُدّام ربنا، هتتكلّم معاه إزاي؟ يعني أنا مش هاقول لك هتتحاسب عن أعمالك إزاي، أنت هتتكلّم معاه إزاي؟ هل هينفع تتكلّم معاه باللهجة اللي أنت بتتكلّم بيها مع العامة أو بتتكلّم بيها عمومًا؟ أكيد لأ. فلازم لهجتنا كلّها ترجع تتحسّن تاني، ترجع تتغيّر تاني، ترجع تتحسّن للأحسن على الأقل، سواء لهجتنا، طريقتنا في الكلام، وأخلاقنا ذات نفسها اللي إحنا بنتعامل بيها مع الناس، أو الطريقة اللي إحنا عايشين بيها. حاسس إن في دايمًا كده حاجة مشكلة من الغرب، إن إحنا عايزين نقلدهم وخلاص، مهما كان الحاجة دي غلط، الحاجة دي صح، حتى هم إذا كان هم أصلًا عايزين يلغوا الحاجة دي، فإحنا بناخدها نعملها زي ما هي. اللي هو لأ، إحنا لينا ديننا ولينا حياتنا ولينا التقاليد والعادات بتاعتنا اللي إحنا لازم نحافظ عليها. اللي هو يعني ما هو ده أنت لازم تحافظ عليها لإن أنت اللي هتشيل شيلتك لحد الآخر. يوم لمّا تموت أنت هتشيل شيلتك كلّها. فاهم؟ عملت حاجة غلط، ما فيش حاجة اسمها إن الناس بتعمل غلط، لأ، أنت تشيل شيلتك. يعني امرأة لوط وامرأة نوح الاتنين ما شفعلهمش إن هُم كانوا متجوزين أنبيا، لأ، كانوا بيعملوا حاجة غلط وربنا حاسبهم هُم الاتنين، إن هُم عملوا حاجة غلط وفي نفس الوقت كان المفروض إن هُم كانوا متجوزين من أنبيا، فدي المفروض حاجة تشفع لهم بقى. بس لأ، الغلط غلط مهما كان مين اللي بيعمله هيتحاسب عنه. فخلّي بالك من النقطة دي، ما تشوفش الموجة ماشية إزاي أو التيار ماشي إزاي أو إن ده الfashion والموضة بتقول لنا نلبس كذا. لأ، إحنا قبل الfashion في عندنا معايير أخلاقية بنراجع عليها. طول ما أنت عندك الميزان في قلبك هنا والمعايير في قلبك هنا وبتراجع نَفْسك، فاعرف إن أنت صح. لو الناس كلّها بتعمل حاجة غلط وأنت بتعمل حاجة صح، حاسس إن هي تقيلة، فاعرف إن ربنا اختارك إن أنت تبقى كويس. ودي حاجة كبيرة أوي، يعني تتخيل إن ربنا اختارك إن أنت تبقى كويس. وأنت لو بتعمل حاجة صح وشايف اللي حواليك بيعملوا حاجة غلط، فاثبت لإن ده هو الصح مهما كان اللي حوالينا غلط. لازم نعمل الصح ومهما كان مشهور وترندي وكل حاجة، فالصح صح. في ختام حلقة النهارده يعني أنا كنت جاي أتكلم عن حاجة واحدة، حاسس إن أنا تفرعت في الأخلاق كلها، بس هي حاجة لازم نخلي بالنا منها. يعني أخلاقنا بتنحدر ودي حاجة مؤسفة. لازم الواحد يخلّي باله، لإن هي دي حاجة الباقية لك، سُمعتك وسيرتك هي الحاجة اللي بتدوم مهما كانت أنت عملت إيه. فاهم؟ صرفت فلوس كتير في أي حاجة، بس أخلاقك وسيرتك هي اللي بتفضل، وده أكبر مثال حواليك. دايمًا لمّا تيجي تسمع سيرة حد ميت، يعني لو حد ده كان أخلاقه كويسة، فهتسمع الكلام عنه كلام كتير أوي جميل. ولو حد كان وِحِش هتقول بقى فاهم الله يرحمه، وفي ناس هتشتم وتدعي عليه. فاهم؟ بس هي دي الفكرة، إن أنت خلّي سيرتك طيبة، أخلاقك طيبة. والبنت برضه يعني خلّي عندِك حياء. يعني فاهم؟ بالضبط، يعني خلّي عندِك حياء لإن الموضوع يعني بقى مش ناقص فعلًا حرفيًا، الوضع بقى صعب جدًا. وأتمنى الحلقة دي تكون عجبتكم، وآسف لو طوّلت فيها، بس هي حاجة مهمة فاهمين؟ فشكرًا ليكم، وكان معاكم فارس الطراس في حلقة جديدة من دفتر العراف.